السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أصعب فيديو أصوره في حياتي. أول مرة أكون أمام كاميرا وما أعرفش أتكلم، وأتيه كثير 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 عشان أعرف أتماسك وأتكلم. أول مرة أتكلم عن 2 ديسمبر 2017، 4 ديسمبر 2017، انتفاضة 2 ديسمبر، أول مرة. وما بدخل في تفاصيل لأن التفاصيل والحقيقة مؤلمة، وكل واحد كان مقرب من الحدث يعرف أشياء كثيرة مؤلمة وصدمات كبيرة. الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح قاتل لآخر لحظة، لآخر نفس، لآخر طلقة من سلاحه الشخصي. رجل في 80 سنة، لا احترموا تاريخه ولا احترموا سنه ولا احترموا محبة الناس له ولا احترموا شيء. هو ظن أنه عدوه محترم، ظن أن خصمه محترم، لكن للأسف كانت الخيانة هي اللي خربت كل شيء. ومدين كان ظهوره قوي، كان ظهوره قوي، بطل قاتل على أرض المعركة. الآن يجي يتفلسف واحد من تحت المكيف ولا في فندق ولا هارب من بلاده ولا ما يعرف شيء عن قتال الرجال. إيش تعرف؟ كنا ساكنين في صنعاء تحت القصف، ولم يتحالف مع الحوثيين كانوا أمر واقع. من اللي دخلهم؟ انتوا اللي دخلتوهم في 2011، انتوا اللي دخلتوهم. هو كان يقاتلهم، كان يقاتلهم سنوات، ورغم هذا ما كناش في البلاد نحس ان في حرب. وأتحدى انهم يرجعوا يوم واحد من أيام علي عبد الله صالح، ما يقدروش. يوم واحد هربوا من أول، من قبل أن تبدأ المعركة هربوا، وهو رفض يخرج من بلاده. والله المستعان.